السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. تحية لجميع الجماهير المغربية عامة ورجوية خاصة اللي كيخصها هاد الخبر أو هاد لا فيديو. اليوم أكد اللاعب عبد الجليل جبيرة، اللاعب ديال الكوكب المراكشي حاليا، أكد بأنه تقدم بشكاية لدى لجنة النزاعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باش يستخلص المستحقات ديالو العالقة في ذمة فريقه السابق ألا وهو الرجاء الرياضي. وبالتالي عبد الجليل جبيرة خرج بتصريحات وأشار أن هذه الخطوة دارها بعد ما تخلف رئيس الرجاء عزيز البدراوي عن الاتفاق اللي دار بيناتهم، ألا وهو أنه يتنازل على بعض المستحقات باش ياخذ البعض، وما كيجاوبش على التليفون ديالو. وبالتالي تصريحات اللاعب عبد الجليل جبيرة جاءت كالتالي: جالست الرئيس عزيز البدراوي مرتين، واحدة في بن سليمان ومرة في الرباط، ووافقت على جميع مقترحاته. اتفقنا على أنني سأتنازل على مبلغ 27 مليون سنتيم على أن يتم تقسيط مستحقاتي العالقة وقيمتها 120 مليون سنتيم. اتفقوا أنه غادي يسامح في 27 مليون، والشيء الآخر اللي بقى يعني ياخدو اون ديتاي، يعني كل مرة يعطيه شوية. يعني اتفقوا على 4 دفعات لمدة 8 شهور، كل مرة يعطيه دفعة، إلى أن الاتفاق لم يتم تفعيله. وبالتالي وجدت نفسي مضطرا إلى وضع شكايتي خوفا من التقادم. مشى جبيرة دار شكاية عند لجنة النزاعات، خاف من التقادم. كيف ما كنعرفوا أي ملف كان موضوع يعني لدى شي لجنة أو لا شي حاجة، كيكون واحد الوقيته كيدوز عليه التقادم صافي ما كيبقاش ساري المفعول. خاف من التقادم. اليوم كيقول أو كيأكد عبد الجليل جبيرة أنه لا زال منفتحا عن الحل الودي، يعني حسن النية ديالو، ولكن بشروطي. هذه المرة قال لك بشروطي، قال لك احتراما لنادي الرجاء وجماهيره. يعني مازال منفتح على الحل الودي، يعني احتراما لنادي الرجاء وجماهيره. ايوا اش غادي نقول؟ انا كرأيي الشخصي، انا كون غير جبيرة كاع ما مشى كاع على لجنة النزاعات كاع. اصلا فريق الرجاء كيعاني من ازمة، يلاه كيدير حلول بديلة باش يخرج من ديك الازمة. وحتى عبد الجليل جبيرة بزاف ديال الماتشات ما كانش كيلعب، كانت اصابة مورا اصابة، وكانت واحد البيريود ما كانش كيلعب، كان كيلعب غير سبول وداك الوليد اللي مشى الجديدة ومذكور قبل كاع ما يجي النهيري. شحال هو مريح السياحة. انا كنت كنتمنى كاع ما يدير هاد الخطوة هذه، ولكن راه في نفس الوقت راه اللاعب هذاك راه حقه وهذاك راه رزقه. يعني العقد شريعة المتعاقدين، يعني في كلتا الحالتين. ونتمنى هاد الملف هذا يخرج بخير وعلى خير، يعني ما يزيدش من الوتيره ديال التضييق اللي كيعاني منها فريق الرجاء. نتمنى كذلك يكون واحد الحل ودي بين الفريق وبين اللاعب، وحنا في كلتا الحالتين ديما الفرق المغربيه كنتمنوا لها غير الخير ونتمنوا لها غير مزيد من العطاء. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.